بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن تابلت وايباد. الحقيقه ان التابلت والايباد هي لغه المستقبل. لو انت بتدور على تابلت للدراسه، بص من الاخر، كل وقت وليه عصر وكل وقت وليه اذان. يعني مثلا زمان كان رجال الاعمال كلهم ماشيين بلابتوب والكلام دوت. دلوقتي اللي نازل قدامك حل من الاثنين، لا تجيب تابلت لا تجيب فولد اللي بيتفتح. وبالنسبه لي التابلت ارخص واحسن. النهارده انا جايب لك شويه تابلتات من 7000 جنيه لحد 30000 جنيه. دول فيهم الخلاصه، هم 8 تابلتات بالظبط. طبعا تحت ال 10000 جنيه في بتاع 15 تابلت، فوق ال 10000 جنيه في بتاع 25 تابلت، من 20 ل 30000 جنيه في بتاع 100 تابلت، وما بينهم سامسونج وايفون. النهارده جايب لك تابلتات سفاحه، اداء، مونتاج، شهره، بتقدم مثلا محتوى، بتدير مثلا بيزنس ليك، البيزنس الخاص بيك اونلاين اوفلاين. عاوز تابلت او ايباد عشان خاطر تطمن على شغلك، مجموعه الفروع، الكلام ده كله. النهارده في الفيديو ده جايب لك الخلاصه. تابلتات جامده جدا. طبعا من ابل جايبين شويه تابلتات عظمه، فيهم واحد ب 13000 جنيه ممتاز بيلعبك بابجي على 120 فريم. النهارده بص هروق عليك. تابلتات وايبادات للشغل وللدراسه وللمونتاج. فيديو جامد جدا 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 جدا، لغه المستقبل. انصحك تختار لك تابلت من دول وتنزل تشتري فورا، عشان الاسعار بتاعت التابلتات مش هترخص اكتر من كده. لايكك وفولو، صلي على النبي. هات القهوه الشاي بتاعك، تعالى معايا. طبعا خلينا في اقل من دقيقه اشرح لك الفيديو بيمشي ازاي. في الفيديو ده ناس كتير جدا بتقول لي انفينكس اكس باد. انا هجاوبكم على الاسئله في الاول، بعد كده ابدا ارشح. وبناء على ايه انا رشحت الاجهزه دي؟ يعني انا مثلا ناس بتقول لي انفينكس مش هتنافس شاومي ولا هتنافس هونر في الايبادات، نقطه. انفينكس حاليا بتقدم في الموبايلات قيمه عاليه مقابل سعر في الفئه المتوسطه والفئه العاليه والكلام ده، بس في الايبادات لسه سنه اولى سنه تانية، فمش هتعرف، او سنه خامسه مش هتعرف تنافس شاومي ولا هونر. شاومي وهونر في السفاحات، ولا ريلمي بتعرف تنافسهم، ولا سامسونج. بل بالعكس، شاومي وهونر سفاحين. في الفيديو ده ناس كتير بتقول لي، او ناس كتير هتقول لي ما رشحتش ليه سامسونج. عايز اقول لك ايفون، انا جايب جهاز من ايفون 15000 جنيه سفاح، وبكل ما بتطلع 2000 جنيه بتلاقي اصدار اعلى منه. يعني الاصدار التاسع النهارده ب 14000، تطلع الاصدار العاشر 16000 وهكذا. والمعالج بتاعه ايه؟ بايونيك اي 13. فسامسونج مش عارفه تنافس في التابلتات اطلاقا، ولا شاومي اكس باد 11 ولا اكس باد اس، ولا انفينكس باد اس اي. ناس كتير جدا بتسالني انفينكس سامسونج دول هنرميهم بره دلوقتي، لان سامسونج بصراحه مش عارفه تنافس. نبدا باول جهاز اكس 8 اي. اول حاجه تصميم ظهر الومنيوم بفريم الومنيوم. من عيوب التصميم طبعا في الفيديو ده هنختصره بسرعه جدا، اقول لك عيب او اتنين، ما بفضلش بقول لك اصله ده احلى تاب ممكن تجيبه، هو التاب الجاي تحت ال 10000 جنيه. مش فرح هو رشح لك من كل شركه تاب بنفس السعر، لا ده احلى تاب ب 7000 جنيه بالظبط. 128 جيجا رام 8، اندرويد 14، ماجيك او اس 8. هينزل له عليه 3 تحديث اندرويد و4 سنين امان. معالج 680 4 جي، معالج ممتاز. في بقى منه كذا نسخه بتاعت الاطفال، والنسخه بتاعت الاطفال ب 6.5. بينزل معاه جراب وبينزل معاه قلم. شاشه تي اف تي ال سي دي 90 هرتز 500 نتس، شاشه عاديه. كنت اطمح ان هي تبقى، بص، تابلتات عشان تاخد شاشه اموليد او اوليد والكلام ده هتدفع فوق ال 20000 جنيه. صفقه ممتازه. كاميرا 5 ميجا بكسل اماميه، 5 ميجا بكسل خلفيه. مش موجه للتصوير ده عشان لو بتصور مستند ولا حاجه، بتصور ملزمه يبقى معاك كويس. عايز تتكلم مكالمه في ميتنج يبقى معاك كويس. سرعه النقل يو اف اس 2.2، 128 جيجا رام 4. معاك 4 سماعات ستيريو هاي ريزوليوشن اوديو. معاك بطاريه 8300 ملي امبير، شحن سريع 22.5 واط، تايب سي، بيشحن الموبايل كله في 3 ساعات. التابلت الاول هونر اكس 8 اي. طب اللي بعد كده شاومي ريدمي باد اس اي ال 4 جي. نسخه ال 4 جي ممتازه على قد سعرها، على قد سعرها. معالج 680 4 جي، 256 جيجا رام 8، سرعه النقل يو اف اس 2.2، كاميرا اساسيه 8 ميجا بكسل، كاميرا قدامانيه 5 ميجا بكسل. معاك 256 جيجا رام 8، اندرويد 13 بيوصل لحد اندرويد 15. اللي هو جومي هايبر او اس. تاب شياكه، ظهر الومنيوم بفريم الومنيوم، الوزن نص كيلو.
معاك ظهر بفريم الومنيوم. على فكره عايز اقول لكم على حاجه، التابلتات دي لو هتجيبها حافظ عليها. التابلت لو وقع بيجيب شاشه، كل ما تطلع بفلوس اعلى بتاخد، لما الزق له سكرينه نضيفه. هتتعب شويه في السكرينه وفي الكفر، هو بينزل معاه سكرينه وكفر بس يلزق له سكرينه اقوى من اللي موجوده معاه. خلاصه معاك هنا ده بطاريه 8000 ملي امبير، شحن سريع 18 واط، والشاشه اي بي اس ال سي دي زي اختها اللي فاتت بالظبط. هي الاي بي اس ال سي دي 90 هرتز، وده بيخلينا نحط ايدينا على تابلت خلص من السوق، هو اونر اكس 8 باد او اكس 9 باد، كان ممتاز. الاس سي نسخه كانت عظمه جدا 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 وخلصت من السوق، عرفت تجيبها هاتها، كانت سعرها 8500 جنيه 8000 جنيه، توكل على الله وهاتها. الايباد الثاني ريدمي باد اس اي 4 جي بالمعالج بتاعه سناب دراجون 680 4 جي. التاب الثالث من هواوي، بص هواوي بتقول لك ما تسالنيش عن المعالج، المعالج مش مذكور، بس التاب ده ممتاز، بيجي معاه قلم، معاه كفر، معاه جراب. هواوي طبعا ما فيهوش خدمات جوجل، بس هواوي ممتازه ممتازه في التابلت وفي الباد وفي اللابتوب. الثلاثه دول هواوي متميزه جدا في الحاجات دي. معاك شاشه 60 هرتز اي بي اس ال سي دي 256 جيجا رام 8 هارموني او اس اساسيه 8 ميجا بكسل، كاميرا قدامانيه 5 ميجا بكسل، بتنزل داون جريد بس بتاخد براند من هواوي. ستيريو بلوتوث 5.1، بطاريه 7200 ملي امبير، شحن سريع سوبر تشارج 22.5 واط، ده ب 9000 جنيه. طب انا اشتريه؟ لو انا بحب هواوي اكيد هدفع لها 8000 جنيه، بس انا لو انا نازل اشتري هجيب انسب واحد في الثلاثه اللي فاتوا، هونر اكس 8 اي. طبعا خلينا نتكلم على التاب اللي بعد كده، ده سفاح الاداء، هيلعبك ببجي على 120 فريم في الايباد 9 جنريشن. ليه التاب ده؟ هقول لك دلوقتي المميزات الاول والعيوب في الاخر. التاب دوت مميزاته ان الكاميرا اساسيه ممتازه 8 ميجا بكسل من ابل، بتديك 64 ميجا بكسل من الاندرويد، كاميرا قدامانيه خرافيه 12 ميجا بكسل من ابل بتصور 1080 والخلفيه بتصور 1080، ممتازه جدا جدا جدا. شحن سريع 20 واط، بطاريه بتقعد 10 ساعات متواصل، عظمه. معاك المعالج 7 نانومتر بايونيك اي 13 ممتاز. طب باختصار بايونيك ده بيوازي ايه في سناب دراجون وبيوازي ايه في دايمنستي؟ في دايمنستي بيمسك في 8400 الترا، في سناب دراجون بيوازي 8 جين 1، بيوازي 8 جين 1، يعني هيلعبك ببجي على 120 فريم، وحاجه ممتازه جدا جدا جدا. ده للمونتاج ثم المونتاج ثم المونتاج ثم الاداء. يعني بص ده وكمان وزنه خفيف 470 جرام و10 بوصه، حجمه صغير وزنه خفيف، حاجه عظمه من الابل. واحد هيقول لي بقى عيوبه ان هو الشاشه اي بي اس ال سي دي 60 هرتز بالسعر ده، اقول لك انت بتاخد امكانيات خرافيه جدا من ايفون. واحد هيقول لي ده واقف على اي او اس 15، اقول لك ابل الايباد ده لو انا نازل اشتري تحت ال 20000 جنيه ده ب 15000، كل لما تزود 2000 جنيه، ده الاصدار التاسع تاخد 2000 جنيه 16000 جنيه، الاصدار العاشر 2000 جنيه 18000 جنيه، الاصدار ال11 وهكذا. طب يستاهلوا؟ عندك بسم الله الرحمن الرحيم سامسونج اس اي ولا اف اي، ببص عليه لقيته عامل 29000 جنيه، مميزات حمضانه. عندك ايباد 9 بيمسك له تحت ال 20000 جنيه ال 9 بلس. فسامسونج انا استبعدتها، سامسونج مش بتاعت تابلت ومش بتاعت اجهزه، نقطه. الايام دي سامسونج مش بتاعت اجهزه. صوت ستيريو، مخرج 3.5، بلوتوث 4.2، واي فاي 5. الجهاز ده سفاح الاداء، بتلعب ببجي وعايز حاجه من ابل، عاوز حاجه للمونتاج وللبرمجه وللكلام ده، ده انسب اختيار ليك. جنريشن 9 نقطه. بقى هنمسك في 16000 جنيه ريدمي باد برو ممتاز. 16000 جنيه بقى تبدا تاخد حاجات زياده زي طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 3، دي هتسعفك. التاب ده بالذات لو وقع اقل وقعه الشاشه بتروح النار او الباغه بتروح النار، عن تجربه شخصيه. كان معايا الابل 10 اير ممتاز، كل لما بيقع وقعه لازم اروح اعمل له شاشه، كل لما بيتلمس لمسه وقع عليه سكرينه كمان، تخيل. فالتابلت دوت او الايباد دوت عاوز استخدام راقي، عاوز ناس معينه تحافظ عليه، نقطه ومن اول السطر. شاشه اي بي اس ال سي دي 120 هرتز، لو حطوا لك
ده بسعره 16000 جنيه. لو حطوا لك شاشه اموليد او سوبر اموليد او اوليد او الكلام ده في السعر ده، هتوصل لك الشاشه ل 25000 جنيه. فان انا احط لك ب 16000 جنيه اي بي اس ال سي دي 120 هرتز دولبي فيجن 68 بليون كلر 600 نتس، انا مش عايز حاجه تاني. في داهيه شاشه سوبر اموليد. لو هخسر اقل حاجه الشاشه في داهيه. ده مبدئي. المعالج 7 اس جين 2 ده اللي موجود في موتو جي 50 فيوجن. المعالج ده ممتاز، بيلعب تحت ال 700000 نقطه. ان انا احطه لك في ايباد يبقى ده اداء محترم، حاجه ممتازه باداء محترم. اندرويد 14 هايبر او اس الواجهه 256 جيجا رام 8، كاميرا اساسيه 8 ميجا بكسل، كاميرا قدامانيه 8 ميجا بكسل. الاداء ده محترم وممتاز جدا. هاي ريزولوشن اوديو، 4 سماعات ستيريو، بطاريه 10000 ملي امبير، شحن سريع 33 واط، بي بي اس. يعني ايه؟ يعني بلعب والشحن شغال بيروح على المعالج والبطاريه زي ما هي، فالبطاريه ما تبص، فالسخونه، فالمونتاج. ايباد عظمه، بلوتوث 5.1 واي فاي 6. ما تحلمش بحاجه اعلى من كده بالسعر ده. 16000 جنيه على الامكانيات دي، بسم الله الرحمن الرحيم. 16000 جنيه حاجات تعبانه جدا ما فيهاش المعالج ده. هتنزل عن الشاشه والكاميرات، ما فيهاش شاشه كبيره للمونتاج، للاونلاين، للمحتوى، للشغل. بطاريه 10000 ملي امبير، والشحن نازل في العلبه 33 واط. صفقات بريميوم، مختار لك احسن 7 صفقات عشان ما توهكش، عشان بص تعيش فيها، تعيش على المجهود الجامد ده. انزل حط لايك. اللي بعد كده ايباد هونر 9 باد او هونر 9 باد، هونر باد 9. ده بيمسك في 20000 جنيه. كل ده بضمان محلي، في منه واي فاي اير وفي منه بخط، يعني ممكن تحط فيه خط كمان وتاخده معاك ايه الشغل. ده شاشه اي بي اس ال سي دي 120 هرتز 1 بليون كلر 500 نتس. قصينا شويه حاجات من الشاشه اللي فاتت، بس اللي فات ده بتاع بوكو ده ولا الباد شاومي باد برو ده ما يتعوضش، ده عظمه. ده اهو 256 جيجا رام 8 ماجيك او اس 9 اندرويد 14، وهيتحدث سنه واحده اندرويد ب 256 جيجا رام 8. المعالج 6 جين 1. المميز في الايباد ده عشان يحطوا لك ب 20000 جنيه ويقصوا لك شويه حاجات من اللي فات ده يبقى احلى منه. ده الكاميرا بتاعته 13 ميجا بكسل خرافيه، بتصور 4K. كاميرا قدامانيه 8 ميجا بكسل، بتصور 1080، 8300 ملي امبير، شحن سريع 35 واط، 5.1 واي فاي 5، صوت ستيريو، 8 سماعات، فريم بظهر الومنيوم، طبقه حمايه غير معروفه اي جي اس دي مش عارف بتاعت ايه، وما اعرفش، اول مره اسمع عنها. طب 20000 جنيه بيصور 4K بمعالج 6 جين 1 سامسونج ام 55 واي 36 تحت ال 20000 جنيه حضرتك. شوف بقى بكام. هتنزل عن شاشه سوبر اموليد، وكاميرات هنا ممتازه خرافيه. احلى حاجه في ده الكاميرات دي، باكج منظمه عن كل اللي فات. الباد اللي بعد كده ده بقى 22000 جنيه بس. بص عايز اقول لك على حاجه، فاضل 2، ده والهونر. ده سفاح، عارف يعني ايه سفاح؟ ده بريميوم جدا 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 وعظمه جدا 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 جدا. شاومي باد 7 يستاهل ان انا امسح كل اللي فاتوا واشتري ده ب 22000. اقول لك ركز بقى معايا عشان ده ممتاز جدا جدا. فريم الومنيوم بظهر الومنيوم، معاك الوزن نص كيلو، شاشه اي بي اس ال سي دي مش سوبر اموليد ولا اموليد زي ما فهمتك. هتطلع 8000 جنيه، هتاخد امكانيات اعلى من ده، ويستاهل ان انت تدفع فيه 30. كل واحد حاططهولك اعلى من التاني، يستاهل ان انت تدفع فرق عشان تقتنيه. مش اللي هو ايه، لا ده اعلى من ده فده احلى من ده. حط كل جنيه هتاخد بيه ميزه. شاشه اي بي اس ال سي دي 120 هرتز دولبي فيجن 68 بليون كلر اتش دي ار 10 بلس. كل حاجه موجوده في الشاشه دي. شاشه ممتازه جدا جدا جدا، اروع ما يكون. تقييمي على الشاشه وطبقه الحمايه 10 من 10. معاك هنا اندرويد 15 وهيتحدث 4 اندرويد، يعني من اندرويد 15 لاندرويد 19. المعالج بقى اللي موجود ده ركز معايا 7 بلس جين 3 بسم الله الرحمن الرحيم. دايمنستي 8400 الترا، بيمسك في 1,600,000 نقطه. ده مش 7 جين 3 العادي، ده 7 بلس جين 3 اللي هو في 1 بلس نورد 4. ده سفاح الاداء، 120 هرتز 120 فريم من بابجي، مرتاحين جدا، مونتاج، شاشه، صوت، صوره. ايباد ده قوي جدا ب 22000 جنيه ممتاز. خياري الوحيد من 22000 لحد صفر، وانا اقدر
بعد 22000 هشتري ده. احسن من ابل؟ احسن من ابل. البطاريه 8850 ملي امبير، شحن سريع 45 واط، كاميرا اساسيه 13 ميجا بكسل بتصور 4K. شفت اللي فات والقدامانيه 1080. الايباد اللي فات ما فيهوش الامكانيات، ده اعلى في الاداء واعلى. هتدفع لك 2000 جنيه فرق، بس هتاخد حاجه بنت حرام من الاخر. حاجه شخصيا لو انا نازل اشتريها هشتري الايباد ده من 0 ل 22000 جنيه. 56 جيجا رام 12 سفاح الاداء، سرعه النقل 4.0. عايز ايه تاني؟ طيب تفرق معاك شاشه اموليد ده ب 22000 جنيه. عندك هنا في مصر 22000 جنيه هونر 200. عندك في مصر هونر 400. معاك ايباد كبير، قلم، جراب، شياكه، نظافه، مونتاج، اداء، كاميرات 4K، بطاريه، شحن سريع، نفس الشحن السريع اللي في الموبايلات. هتنزل على حاجه واحده وهي الشاشه. حاطين لها هنا IPS LCD. اداء ممتاز، 4.0 سرعه النقل، اداء ممتاز، اداء ممتاز. بقولها 3 مرات اهو. ده احلى اداء ممكن تاخده، اقل من الايباد اللي جاي بتاع هونر. صوت ستيريو، 4 ستيريو سبيكر، هاي ريزوليوشن اوديو. معاك هنا اوتو جي 3.2. ده اللي بينزل سامسونج اس 25 الترا، مش نازل 3.2، نازل 3.1، اللي هو ان انت بتشتغل مشغل مثلا بتصور كاميرا على استوديو وموصل الموبايل بالشاشه وموصل مشترك، تلعب وتمنتج وتنقل داتا. الناس اللي بتمنتج هتفهم الكلام ده، والناس اللي بتصور محتوى ممكن توصله على كاميرات وعلى استوديو. تابلت ممتاز. ده بالقصيات دي بينافس ابل وبينافس سامسونج. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان اجيب لك حاجه كويسه، بص دي عدت ال 33000 جنيه. طب هل انا اطلع لحد ال 35 وال 40 وال 50 وال 60000 جنيه هحس بفرق؟ اعلى واحد اللي جايبه لك اللي جاي ده هونر ماجيك 2، ما تعليش عليه. ده اعلى واحد عايز تاخده 30000 جنيه، ما ينفعش ادفع اعلى من كده. لو دفعت مش هستفاد بحاجه. واي فاي 6 بلوتوث 5.4 نازل في فلاج شيب بتاع الشركه وفي كل الفلاج شيب. ده صفقه عظمه. بيحرقوا سعرها اليومين دول ب 22000 جنيه. 30000 جنيه بالظبط. هونر ماجيك باد 2 هيستاهل ان انا احط فيه 30000 جنيه؟ يستاهل. بسم الله الرحمن الرحيم. شاشه اوليد 144 هرتز، دولبي فيجن، HDR 10 بلس، نتسات 1600 نتس. معاك اندرويد 15 ماجيك او اس 9، احدث اصدار اندرويد نازل على ده. طب هل هتنزل على المعالج؟ لا، معاك 8 اس جين 3، معالج ممتاز. ال 8 اس جين 3 عظمه، بيلعب في مليون 600 مليون 700 مليون 800 الف نقطه تحت ال 2 مليون. مع اجهزه بيجيب 2 مليون، ده هيمسك لك 1000 مليون 750 الف نقطه. بريميوم طبعا. اعلى نسخه في ده 1 تيرا رام 16 وفي 256 جيجا رام 12 اللي هي ب 30000 جنيه. على الكاميرا اساسيه 13 ميجا بكسل، كاميرا قدامانيه 9 ميجا بكسل. مش عارف 9 ليه، كله عاملها 8. ده هو قالت لك رخامه هنحطها لك 9. كل حاجه موجوده في التابلت ده. تابلت عظمه ما تقولش لحد عليه. لو قارنته لك بجهاز من سامسونج، انا وطيت صوتي عشان محدش يسمعنا. اوعى تقول لي سامسونج مش عارفه تنافس في التابلتات يا مؤمن. سامسونج راحت النار، بتقع بس التقيل لما بيقع بياخد شويه معاك صوت ستيريو، 8 سماعات سبيكر، هاي ريزوليوشن اوديو. معاك بطاريه 10500 ملي امبير، شحن سريع 66 واط، شحن عكسي 30 واط. التابلتات دي ممتازه جدا جدا. الخلاصه ان انا كل ما بدفع فلوس اعلى. طب انا يا محمد يا مصطفى لو نازل تشتري هتشتري ايه؟ انسب صفقه او العريس بتاع الفيديو ده اللي هو الهونر باد 7. هونر باد 7 دي اعلى صفقه. ليه؟ نفس المعالج ال 7 جين 3 هو قريب او نفس ال 8 اس جين 3. الاثنين بيلعبوا في مليون 600 مليون 700 الف نقطه. مش هدفع 8000 جنيه زياده عشان خاطر اخد شاشه اوليد. خدها IPS LCD ممتازه. صفقه ممتازه بتاعت شاومي. انا خلصت، اختصرت لك الهري او كميه العبث اللي موجوده اليومين دول والفتي والهبد والحوارات في فيديو قصير. اتمنى ان هو يعجبك. لو عجبك الفيديو بقى لايك وفولو. صلى على النبي.